في مطبخ فيكي. كل سنة وانت طيبين بمناسبة صوم العذراء، يحلى فيها أكل الشلولو. فالنهاردة هعمل لكم الشلولو، يا رب الوصفة تعجبكم. محتاجين بقى ايه؟ محتاجين كوباية ونص ملوخية احنا اللي منشفينها وناعمة. محتاجين بصلة صغيرة متقطعة ناعم قوي. محتاجين فص توم، حوالي 2 فص توم كبير متنعمين حلو قوي. ملح وفلفل وقرن فلفل احمر ده اختياري. محتاجين حوالي 4 ليمونات، عصير 4 ليمونات او 3 ليمونات. ومحتاجين ميه ساقعه. بصوا الميه بتاعتي لو اخدتوا بالكم هتلاقوها مشبره. الشلولو بيتعمل بميه ساقعه، حلاوته انه يتعمل بميه ساقعه. الملوخيه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين، منعمينها ونخلينها كويس. هنحط عليها فص الثوم بتاعنا، وهنحط عليها الملح، وهنحط كمان الفلفل بتاعنا. حطينا هنا ثوم ناعم وفلفل وملح وبصل، عصر الليمون. هنبتدي ندعك الكلام الجميل ده كله في بعضه. عايزين الملوخيه دي يتغلغل فيها الليمون كله والتوابل والبصل والفلفل بتاعنا لحد ما نشم، زي ما انا ابتديت اشم كده ريحه الليمون بالملوخيه ملهاش حل بامانه. هنبتدي ان احنا ننزل بالميه الساقعه، ننزل بالميه الساقعه تدريجيا لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. الشلولو ديت كل ما بنحطها في التلاجة وكل ما هي بتقعد كل ما تبقى احلى. يعني احنا نعملها كده قبل ما ناكل بساعة ساعتين. انا بقى هشيلها دلوقتي قيمة ساعة في التلاجة، وهوريكم بقى قوامها وهوريكم شكلها بعد ما تمر الساعة وانا بغرفها. الشلولو بتاعنا بعد ما سيبناه شوية كده في التلاجة لحد ما يعتق كده، ومش قادرة اقول لكم على الريحة ولا طعمه، دقته في منتهى الجمال. جربوها هيعجبكم جامد جدا. تجربوا الشلولو بتاعي. يا رب لو الوصفه بتاعتي عجبتكم يا ريت تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا الجرس، وتابعوني على البيج بتاعتي مطبخ فيكي، وانضموا لجروبي على الفيسبوك فيكي's كيتشن، وتابعوني على الانستجرام والتيك توك فيكي's كيتشن. ميرسي ليكم.